واللي بيفرد وبيطلع بس وبينزل الهيب فقط وعضلات الجلوتس، عضلات الارداف. ليه احنا بنتمرن جلوتس؟ اول حاجه ما ينفعش ان انا اتمرن جزء واسيب جزء. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش ان انا اهتم بالجزء الامامي وانا كده كده بتحرك لقدام، وقلناها قبل كده كتير، واهمل الجزء الخلفي، ما تهملهاش، وهي مش عضله بنات. اهم تمرين هنشتغل عليه هنشتغل على تمرين الهيب ثراست، لان اغلب الجيمات ما بيكونش فيها اجهزه الجلوتس، يعني جهاز الجلوت ماستر ما بيكونش متواجد في اغلب الجيمات، بيكون متواجد الابدكتور او الادكتور والابدكتور فقط، وده بيعتمد اكتر على عضلات الميديس الجانبيه، ما بيعتمدش على عضلات الماكسيمس اللي هي العظمى. عضلات الجلوتس عشان تشتغل في وضعيه ان احنا بنعمل حاجه اسمها هيب اكستنشن، بنعمل فرد للحوض. يعني انا الحوض بيكون وضعه اللي هيشده ويوقفه ويصلبه هي عضلات الجلوتس. وركز دايما في التمرين بتاعي ان كعب رجلي ملامس للارض ما يتحركش، هكذا تمام، واطلع فردت وانزل تاني تنيت، فردت تنيت، هو ده المدى الحركي بتاعها فقط. ما تهملش تمارين الارداف، لازم نقول ان هي مش تمارين للبنات فقط، البنات عندهم جلوتس والولاد عندهم جلوتس. تحياتي. ايه تاني ممكن نقوله؟ اقفل يا ابني.